ناس بتكتب اليو اكس كوبي في ملف وورد وبتبعته على واتساب. في ناس بقى شايله الورك فلو كله مع التيم بتاعها، بتعرف ازاي تشتغل على فيجما، تعرف تتناقش في البرودكت، تطلع ايدج كيسز. والفرق بينهم يا جماعه بجد كبير جدا. اهلا بيكم، انا ندى النادي، وده الفيديو السابع من سلسله تلخيص كتاب Strategic Writing for UX. اصلا هنتكلم عن الجانب العملي اليومي في حياتنا في الشغل كيو اكس رايترز. الكتاب بيقول لك انك لازم تكتب اليو اكس كونتنت ده وانت شايفه في مكانه الحقيقي، مش في ملف وورد، مش في اكسل شيت، مش في اي حاجه تانية، لان ده يخليك مش فاهم ايه الكونتكست اصلا وانتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعه. عندنا مثلا المساحه المتاحه، قدامي مساحه قد ايه عشان اكتب، حجم الفونت، تايبوجرافي، الخط نفسه نوعه ايه، لان الكلمات اصلا ممكن تبان مختلفه بفونت مختلف. ازاي بقى اعمل الحاجات دي كلها؟ ان انا لازم اتعلم فيجما، لازم اعرف ازاي اكتب على فيجما. ممكن استخدم فيجما ديزاينز عشان اكتب على طول، ممكن كمان استخدم فيج جام عشان احط افكاري واعمل الكونتنت سيستم بتاعي، ممكن كمان استخدم فيجما ميك تساعدني في الاي اي ريكومنديشن ويديني تخيل كده عن شكل الديزاين والكونتنت. اصعب جزء في شغل اليو اكس رايتر مش مرحله الكتابه، ولكن مرحله التعديلات الكتير اللي بتجيلك. تخيل كده ان انت كتبت نص وبعته للبرودكت مانجر، وبعت نسخه تانية للليجل تيم مثلا، ونسخه ثالثه للديزاينر، واساسا الديزاينر نفسه شغال على نسخه رابعه خالص. فكميه تعديلات هتبقى في باك اند فورس رهيبه، وهيبقى في دبل ورك كتير قوي عليك. الحل بقى انك تخلي في ملف محتوى واضح بيضم كل الكونتنت، كل السكرينز، اخر نسخه انت اشتغلت عليها، ويفضل كمان انك تشتغل بالتوازي مع الديزاينر. ودايما محتاج تستخدم الستيتس بتاعت الملف ده: درافت، ان ريفيو، ابروفد، فاينل. تخيل مثلا ان انت عندك فريق مكون من 5 اشخاص كلهم شغالين على ابلكيشن حجز فنادق. لو كل واحد بيعدل في ملف منفصل، في الاخر هيبقى عندك 5 كوبيز مختلفه كلهم متعارضين مع بعض، وده بيخلي ان مفيش كونسيستنسي، ودي عمود اليو اكس رايتنج. طيب انا دلوقتي وصلت مرحله الابروفل، والنص اللي انا كتبته ده اتوافق عليه. بتيجي تدخل في ميتنجز مهمه جدا، اهمهم ميتنج اسمه الهاند اوف ميتنج للانجينيرنج. حاجات مهمه قوي بقى في الهاند اوف ميتنج ده المفروض تاخد بالك منها. اول حاجه تتاكد ان كل الكوبيز اللي انت كتبتها في مكانها الصح في الديزاين فايل، تستعد لكل اسئلتهم، تستعد كمان لما حد يقول لك خلي بس الكونتنت ده اقصر شويه او اطول شويه، وضح له ان في كذا كرايتيريا احنا بنمشي عليها زي ما شرحنا قبل كده. كمان لازم تكون فاهم كويس جدا الايدج كيسز، ايه اللي بيحصل لو الاسم طويل، طب ايه الايرور مسج اللي هتبقى موجوده هنا، وتكون مجهز كل الاجابات. لازم كمان تكون مذاكر كويس البي ار دي عشان تبقى فاهم اصلا ايه الكونتكست اللي انت بتكتب فيه، وتعرف ترد على الاعتراضات دي. فالخلاصه بقى يا جماعه ان الادوات دي بجد مش رفاهيه، وان هي دي اللي بتوضح شطاره اليو اكس رايترز. خد الفيديو ده كتشيك ليست ليك كده في الورك فلو بتاعك في شغلك. لو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت، وتابعونا في استكمال السلسله لكتاب Strategic Writing for UX. وتحدي النهارده انك تحكي لنا عن موقف حصل لك في الهاند اوف ميتنج في الشغل بتاعك. تقدر تكتب بوست على لينكدين وتعمل لنا منشن، او تكتبه في قناه التليجرام نادي اليو اكس رايتنج.